هو مطلوب هذاك الشيء علاش. اهلا كبيدات، كي دايرين بخير؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو هذا ان شاء الله اللي غادي يكون عباره عن واحد الروتين خفيف ظريف بالنسبه للبشره الشاحبه والبشره الجافه. غادي نشارك معكم مقشر اللي حصري على القناه، اول مره غادي نشاركه معكم، وغادي نشاركو معكم بطبيعه الحال واحد الماسك اللي رائع بالنسبه للبشره اللي جافه، البشره اللي شاحبه، البشره اللي فيها القشور، اللي فيها تصبغات. المهم هاد الماسك هذا رائع رائع رائع. المهم هاد الروتين غادي يكون خفيف ظريف بالنسبه للمعكازات كتار مني. يلا ندوزو المكونات ديال المقشر. قبل ما ندير المقشر البنات درت هادي باش ما يتعمرش ليا هاد الجويه ديال شعري لانني ما غاديش نغسلو. وغادي ناخذ المطيشه بحال هكا، غادي ناخذها غادي نقطعها بحال هكا، غادي نديرها في السميده رقيقه. المهم غادي نحاول نعصرها باش يخرج شويه داك الماء ديالها، وغادي نبدا تنقومي بها. مقشر بالنسبه للبنات اللي غادي يحرقهم شويه في وجههم راه عادي جدا، لان المطيشه فيها واحد شويه ديال يعني شي شويه حامضه، ولكن واحد الرطوبيه ما تخيلوهاش. انا هاد البلاصه كاع كامله كتنوض ليا بالقشور، هاد البلايص هادو كاع كاملين كينوضوا ليا بالقشور هنا وهنا، ولكن راه رائع رائع رائع. واحد الرطوبيه البنات، واحد الرطوبيه خياليه، واحد الرطوبيه خيال. شوفوا البنات، انا هاد البلاصه كاع كامله كتنوض ليا بالقشور، سيرتو هنا وهنا هاد البلايص هادو كلهم تينوضوا ليا بقشور. دابا كتحسي بالبلاصه رطبه وما فيها حتى شي قشره. بالنسبه للبنات اللي غتحرقهم شي شويه، المهم مطيشه راكم تعرفوا نتوما شي شويه حامضه، فنورمال على انها تبقى تحرقك واحد شويه. مي راه ما واخا البشره الحساسه كاع ما دير لها حتى شي حاجه. المهم واحد الرطوبيه رائعه رائعه. دابا غادي ندوزو المكونات الماسك وطريقه التحضير ديالو وطريقه التطبيق. المهم غتشوفوا معايا كلشي. يلا. بالنسبه للماسك تنحتاجو فيه الصفارد بيضه، المهم كاع كامله، وكنحتاجو فرماجه يعني مثلثه، وكنحتاجو القهوه. بالنسبه للفرماجه ما غتحتاجوهاش كاع كامله، غتحتاجو غير النص ديالها. وبالنسبه بالنسبه للصفار البيضاء هو اللي غادي نحتاجوه كاع كامل. فإلا جاكم كتير نقصوا منه، خذوا غير معلقه منه وصافي وخلطوا الماسك. هذا هو القوام ديالو. هانتوما البنات تيكون الماسك بحال هكا، ها هو تيجي بحال ما هكا. بغيت غير هو تيجي بحال ما هكا. بغيت غير نقول لكم واحد الحاجه البنات، بان راه فيه البيض ولكن راه ما فيهش الريحه د البيض، يعني فيه الريحه ديال القهوه. فاللي غادي يكون يعني البنت اللي تتكون تتخاف من البيض ومن الريحه الزفر وهذا راه ما كاينش نهائي. صافي وغادي نطبقوا على الوجه ديالي بحال ما هكا. بالنسبه لهذا الماسك فيه الكافيين مزيان للبشره وكيعطي نضاره، كيخلي البشره مشدوده، زوين بزاف. شنو غادي ندير دابا البنات؟ غادي نخلي هاد لاكوش هادي حتى تنشف، ومن طبيعه الحال غادي نعاود لاكوش الثانيه حتى تولي عندي واحد الطبقه اللي كما نقولوا سميكه، يعني تكون واحد الطبقه غليظه. من طبيعه الحال هذا راه ماسك ومقشر حتى هو في نفس الوقت، فانا غادي نخليها تنشف ونعاود نرجع باش ندير لاكوش الثانيه. غادي نعاود ندير الطبقه الثانيه البنات، غادي نخلي عاوتاني حتى تنشف ونزيد الطبقه الثالثه هكا حتى نكمل هادشي هذا الكميه كاع كامله. وغادي نغسلو ان شاء الله، ماشي غادي صافي البنات دازت 20 دقيقه نشف ليا مزيان الماسك. دابا هذا الماسك هذا ماشي غادي نمشي نغسلو، غادي نقوميه حتى هو. غادي ندير هنا داكشي اللي طاح غادي يطيح هنايا. شوفوا ليا البنات، شوفوا ليكلا.
شوفوا البنات من بعد ما غسلت الماسك، شوفوا لا بريونس اللي فيا هنا، شوفوا هنا، يشوفوا هنا هاد البلاصه هادي اللي نورمالمون كيكون فيها القشور. شوفوا البنات فاش كتقوميوه كيبقاو لكم واحد شويه هكا في الوجه ديالكم، فاش كتجيو تغسلوه كيعذبكم واحد شويه، ولكن راه النتيجه روعه، النتيجه واو، النتيجه واعره. واكيد من بعد اي ماسك ومن بعد اي روتين ضروري كيخصنا نسدو المسامات. الوغ المسامات سواء كان نسدوهم بتونر سوا طبيعي سوا يعني شارينو، وسينو مع سينو بلي كلاصون، لي كلاصون اللي تيكونوا مصاوبين في الدار. انا عندي هذا ديال لالواي فيغا كنسد به المسامات. وضروري كيخصنا من بعد اي ماسك ومن بعد اي غوماج ومن بعد اي روتين كما قلت لكم كيخصنا نسدو المسامات، وكيخصنا بطبيعه الحال نرطبوا دائما. انا كنرطب باوليوسكاين. اوليوسكاين راه معروف بزاف البنات كيقولوا لي حنا ما لقيناش، حيت هو مطلوب. هذاك الشيء علاش يعني ستوك تيكمل من ستوك وهذا صافي. وكنكون ساليت معكم هذا الروتين هذا للبشره ديالي. فالبنوتات اللي تيكونوا معكازات هذا روتين ساهل ماهل، ما عندكم ما تخسروا يعني. الماسك سهل، الكوماج سهل، كلشي عندنا في الدار، كلشي عندنا في يعني كلشي موجود في كوزينتنا. فما نعكزوش، نوضو نتهلاو في البشره ديالنا باش تبقى لنا دائما زوينه ودائما نقيه. وبهذا كنكون كملت معكم لا فيديو. تسناوني في الفيديو الجاي ان شاء الله، جايبه لكم بلان واعر غادي نبارطاجيه معكم ان شاء الله بحول الله. كما قلت لكم انا راه من رمضان وانا كنجرب فيه، فبغيت نبارطاجيه معكم ان شاء الله بحول الله. واحد الحاجه اللي رائعه وغتشكروني عليها وغادي ترحموا لي الوالدين. كنتمنى على انكم تخليو لي بزاف ديال لي لايك، خليو لي بزاف ديال لي كومونتير. حتى لهنا كنقول لكم بسلام عليكم، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. كنتمنى على انكم تخليو لي بزاف ديال لي كومونتير وبزاف ديال لي لايك، خليو لي تعاليق اللي محفزه اللي زوينه بحالكم، وبارطاجيو لا فيديو بطبيعه الحال الى عجبكم. الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.